لو دايما عندك فقدان الشهية، ألم في المعدة، نزول في الوزن، الإحساس بالجوع بشكل مستمر، إحساس بالحموضة غير الغثيان والانتفاخ بشكل مستمر، يبقى أنت أكيد عندك جرثومة المعدة، واحدة من أهم وأشهر الأمراض اللي بيعاني منها حوالي 50 ل 60% من الأشخاص في العالم. وممكن كمان ياخدوا العلاج الدوائي ولكن ما يحسوش بأي تحسن، وده لأنهم مش مهتمين بنظامهم الغذائي. هنوزع الوجبات بتاعتنا على وجبات صغيرة وخفيفة خلال اليوم، هنبعد عن الدهون والمحمرات والمقليات، وهناخد نسبة كافيين معقولة خلال اليوم، الكمية اللي تقدر تستحملها، ولو ما بتقدرش تستحملها خالص يبقى هنبعد عن الكافيين خالص. ابعد عن الأطعمة السبايسي وكمان التوابل الحراقة زي الفلفل والحاجات التانية اللي بتخلي الأكل سبايسي، ممكن ما تبقاش شطة. اشرب مية كويس خلال اليوم لأنك دايما معرض لحدوث الجفاف. بلاش فواكه حمضية وابعد عنها، دايما خد الفواكه اللي تقدر تستحملها وتتماشى مع حالتك. اشرب دايما السوائل المهدئة للمعدة زي اليانسون والكمون. المستكة واحدة من أشهر وأهم الحاجات اللي هتساعد كويس جدا إن احنا نقلل من الأعراض. طبعا مش هفكرك أكيد النظافة ثم النظافة ثم النظافة، لأنه كمان البكتيريا ديت للأسف بتنتقل عن طريق العدوى. لو عاوزين تعرفوا طريقة المستكة لتهدئة أعراض جرثومة المعدة اكتبوا لي في الكومنتس وهعمل لكم ريل عنها.